جرائم السب والقذف على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح من السهل إثباتها وتحديد مرتكبها. تعال أقولك لو حد غلط فيك إزاي تجيب حقك. من السهل جدا إثبات جريمة السب والقذف على الإنترنت. بداية بناخد سكرين شوت من كلام المشكو في حقه الموجه لشخص الشاكي. بعد كده بنتوجه لمباحث الإنترنت، وهناك بنحرر محضر بالواقعة. بيستقبلنا هناك ضابط شرطة بيحرر المحضر بنفسه. بعد كده المحضر بيحال للنيابة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة، وبيتم بسهولة تحديد شخص الجاني عن طريق الاي بي ادرس. عقوبة السب والقذف على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نظمها قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات. فليه كم الإساءات والتطاول اللي بنشوفه كل يوم على الإنترنت بين أهلاوي وزملكاوي، مصري وخليجي، مؤيد ومعارض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي النهاية، لو عجبك محتوانا واستفدت منه ادعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لغيرك والكل يستفيد. ونتقابل إن شاء الله في معلومة قانونية جديدة.